تعالي اقول لك على هوك هتخليكي ما تروحيش العيادات تاني وتوفري فلوسك. هتروحي الصيدليه وتشتري منها ديرمالول، وبعدين هتستخدمي اي سيرم عندك وهتعملي الجلسه دي على السكين او الهير او حتى في البودي ل 10 ايام او كل اسبوعين وشوفي النتيجه. صدقتي؟ طبعا كل الكلام اللي انا قلته ده غلط. تعالي بقى اقول لك على حجم الكارثه اللي انت بتعمليها في حق نفسك. اول حاجه، في دراسات مؤخرا اثبتت ان الماشين بتاعه الديرما دي بتدخل في السكين بفتحه وتخرج من الفتحه الثانيه، فمعنى كده ان احنا اصلا عملنا سكارز اكتر في السكين، ممكن تدخل معايا الفايبروز. ثاني حاجه، انت ما ينفعش تستخدمي اي نوع من السيرمز اللي موجوده عندك في البيت مش مخصصه للانجكشن، لان ده الجسم بيعتبره فورين بادي. يعني ايه يا دكتور؟ يعني جسم غريب، ومجرد جسم غريب يدخل الجلد يعني المناعه بتبدا تشتغل عليه فبيعمل لي فايبروزس وممكن يدخل لي في بص، وده احنا يعني هنقعد نعالج في المشاكل دي كتير جدا جدا ومش هنعرف في الاخر برضو نحلها ونوصل للكواليتي بتاع السكين القديمه. فبلاش نعمل كده ونجري ورا اي ترند ونسال الطبيب بتاعنا. انا دكتوره فرحه ناصر ومستنياكم في فيري كلينكس، ولو حد عنده اي اسئله يسيبها في الكومنتات وانا هرد عليه. بس كده، باي باي.